صباح الخير او مساء الخير علشان الساعه عدت 5 اساسا. المهم محتاجين نمشي كده الفتره الجايه ورا مقوله ان اللي يصعب عليك يفقرك نفسيا، يفقرك جسديا، يفقرك ماديا. وفي شخصيات صدقني هتستنزفك في التلاته، تستنزفك نفسيا اللي هو احنا حبايب بقى، انت ليه ما تساعدنيش، ما تشيلنيش، ما تقفش جنبي. وبالتالي هتستنزفك جسديا، لان انت ساعات مش تبقى قادر اساسا تشيل نفسك علشان تشيل غيرك. فبالتالي انت هتأثر في حق نفسك، وبالتالي برضه هتأثر في حقه. فانت لما تأثر في حقه علشان خاطر الموضوع بقى عليك اجباري، فانت هتبقى شخص قليل الاصل وشخص ما بتحبش غير نفسك ما بتهمكش غير مصلحتك، رغم ان ده اللي اصلا المفروض ان انت تهتم بمصلحتك في الاول وفي الاخر. بس عشان انت شخص ذوق ومحترم فانت بتساعد غيرك. هتستنزفك ماديا، ان مش في شخصيات عادي ممكن تبقى قاعده في البيت ما عندهاش اي مشكله، وانت نازل طالع عين اهلك من الصبح في الشارع تستحمل الناس وكلام الناس وشغل وقرف. وممكن ناس تبقى قاعده في البيت ما عندهاش اي مشكله. طب ما تساعدني بقى، طب ما انت بتنزل وبتشتغل والدنيا حلوه معاك. فاحنا في الاول وفي الاخر احنا اللي بنخلي الشخص اللي قدامنا انه شخص توكالي لا يعتمد عليه، رغم ان هو ممكن يبقى فيه صحه عني وعنك 100,000 مره وقادر ان هو يعمل حاجه، بس هو مستخسر ده، مستخسر بقى ان هو ينزل يشتغل، مستخسر مش هكمل الباقي عشان مش هينفع. المهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ما بقولش ان احنا ما نساعدش حد، بس نساعد بقدر المستطاع. اللي انا اقدر اعمله، لكن ان انت تبقى مخليلي الموضوع اجبار عليا ان انا اساعدك وان انا اشيلك وان انا اعمل مهام المفروض انت اللي تعملها مش انا. يعني انت بتديني هنت كده ان انت عايز تبدا حاجه، بعدين تروح رميلي الحاجه بقى اعملها انت كلها لوحدك. انا مالي، هي حاجتك في الاول وفي الاخر مش هستفيد منها حاجه. ممكن اساعدك فيها لكن مش انا اللي هشيلها، هي مش بتاعتي، هي مش ليا. احنا اللي بنخلي الناس تبقى توكاليه. هنساعد بقدر استطاعتنا لان احنا مش عايشين لوحدنا في الدنيا، طبيعي بنحتاج ناس نساعدنا، وطبيعي احنا بنساعد غيرنا. بس انا مش هشيل مهام غيري، يعني انا مش هشيل مهام غيري ولا غيري هيجي يشيل مهام. بس ده اللي انا كنت عايزه اقوله. وفي الاخر ما تنسوش برضو ان اللي يصعب عليك يفقرك.